لغة براي أو كتابة براي نسبة للمخترع ديالها لويس براي. هي نظام كتابة ليلية ألفيائية كتخلي الناس المكفوفين يتمكنوا باش يقراو، كتكتب بحروف بارزة باش يقراوها بحاسة اللمس. وهاد الطريقة كملات واحد النقص كبير اللي كاين في المنظومة التعليمية اللي سمحات للتلاميذ المكفوفين يقراو حتى هما ويتمتعوا بهذا الحق. شكون هو هاد لويس براي؟ تزاد في لو 4 افريل 1809 في كوبراي الشرق ديال باري في لا فرنسا، وفقد البصر ديالو هو في العمر ديالو 3 سنين سباب اكسيدون. وكان الولد ذكي بزاف. هو في العمر ديال 10 سنين دخل لانستيتي باري ولا موسيقي واعر، وملي تخرج ولا معلم في المعهد الملكي. في 1829 دار براي ريشيرش في طريقة استعمال كتابة النوتة الموسيقية للمكفوفين، واخترع لوحة ونوع ديال القلم اللي كيتستخدم في الكتابة ديال الخطوط الموسيقية اللي كتقرا غير بالاصابع. وهادشي غير من الاهتمام ديالو بالنقص اللي كان كيحس به في الاستخدام ديالو في كتابة النوتة. ومن بعد نشرات طريقة براي، ولكن لقات صعوبات في الاول من عند لي بروفيسور ولي ستوديون اللي كان خاصهم يتعلموا هاد الطريقة هادي خارج لي كور ديالهم. وحتى المدرسة اللي بدات فيها كتابة براي استعملات رسميا من مورا 14 عام، وهادشي من مورا الوفاة ديال لويس براي. ولغة براي كتستعمل في 4 اللغات: الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والعربية، وكتعتمد على خلايا ديال النقاط اللي كتشكل مستطيل، والخلية فيها 6 نقاط، 3 على اليمين و3 على اليسار، اللي كانوا فيها 12 نقطة ومن بعد اختصروها في 6. وهاد 6 نقاط كافيين باش يكونوا لينا 63 حرف وارقام وعلامات ترقيم. وكاينين جوج طريقات باش كتكتب براي: الاولى بمسطره وقلم اللي مختصين في هاد الكتابه هادي، والثانيه بان امبريمونط اللي كتكونيكتا وكتامبريمي لك تكست عادي، التكست بطريقه براي. وهاد الطريقه هادي ولاو كيتباعوا بها دي جورنو قران، واخترعوا بها حتى دي مونطر، ولاو كيستعملوها حتى في الاوراق النقديه. الا كملت الفيديو حتى لهنا دير معاك واحد لايك، واحد كومونتير زوين، واحد ابوني اللي ما كنتيش دايره. تهلا.